cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ويد تلاتة في فيديو جديد. أول شبه اسمي ويد، فهذا اسمي أبو النور جيمنج. معلش يا جماعة بس الزور بس. المهم النهاردة إن شاء الله نخش لعبة باد بيرنت. تربية سيئة طبعا من الآخر بقى. نخشها النهاردة ونلعبها. قلنا سمعت إن هي قصتها قصة مرعبة وإن هي لعبة رعب، فأنا حاولت على قد ما ما أتفرجش عليها بالذات الترند العربي هتعرف. فأنا هحاول إن شاء الله نعمل ختم اللعبة هتبقى على جزئين. يلا بينا نخش الفيديو. استمتع. اوكي جتش في باب بيتحرك كده لكن استنى يا عربي. قلت رأيي مين دي؟ جت من العدم. الابن أمي تأخرت ثانية. الأم وماذا في ذلك؟ كنت مشغولة في العمل. دي أمي. يا ولدي لا دي أمي. لا يمكنك أن تشفق علي قليلا. لكن يوم عيد ميلادي شفت حاجة؟ شفت ظلمانة ازاي؟ حاجة مستفزة مش شعري. وأمي طبعا أعرف ذلك. طالما قالت طبعا أعرف ذلك. كدابة. أظن أي إذن أنا اللغة العربية عندي بايظة. إذن أين هديتي؟ فين الهدية يا حاج؟ أنا عايز هدية أيفون. أيوة بقى هتخش في شعري. عايز هدية أيفون. سمعت من قبل بقصة السيد الراجل الأحمر. لا، سمعت بقصة السيد الراجل الأخضر. ده بيطلع من الشباك عامل زي الشجرة. في كل حفلة عيد ميلاد يترك سيد الراجل الأحمر هدايا للأطفال المهذبين عندما يخلدون من النوم. طب أنا ولد مهذب وبخلد للنوم ومفيش وجه سيد الراجل الأحمر اداني حاجة. تكدبة ستتي. حقا صح طبعا. إذا أردت هديتك عليك الخروج إلى النوم سريعا. أنا قلت العيون دي فيها خبث. حقا سأذهب لأنام حالا يا أمي وأنا أحمق. مين الكائن ابن يعني الفتى مرة بابا؟ ازيك يا بابا؟ كم مرة أتيت المنزل متأخرا؟ ها؟ كنت أعمل وانتهت نوبة عملي متأخرا. هو هراء. لديك تظنين أني أحمق، ألست كذلك؟ بصراحة يا بابا يعني ما هو ده مش بابا. بابا بس فنان. عايز يا راجل وانت عديم الفائدة عد غرفتك. حضرتك لا تقف في عدالة تناصر لأحاديث الكبار. أنت جبار؟ حاضر. أوكي بدأنا. بسم بالله أنا فاهم. أوكي بيجري اجري. دي بتعمل ايه؟ خلينا نخش على اوضتنا. تلاقي اوضه مفتوحه نشوفها. عايز اقفل الباب متنفعش. طبعا انا داخل عشان اخد للنوم يا جماعه. ما انا ازاي اعدي الحساسيه من الحساسيه كده؟ مش انا بصراحه مش عارف. اوكي دي اوضتي. ما انا قلت برضه في سريرين مش منطقيه بقى. اوكي ننام. تصبح على خير. احلام سعيده. قبل يا لعبة دي في صوت عمال يقرب. حاول قلت ده بالله لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. مين الكابتن؟ لا في ايه يا جدعان؟ مين ابن مين انت مين ده؟ مين فين؟ ده سيد الراجل الاحمر. ازاي حضرتك عامل ايه؟ ايه ده؟ خدت بدري يا حبيبي. دخل جوه الدولاب.
اخرة اللي يبخل وما ينزلش اللعبة الأصلية على الكمبيوتر. هذه دي من كده الراجل الأحمر، هو الكلب اللي كان عمال مستحيل. يا جماعة مستحيل مستحيل. بسم الله. اهلا انا رون، ازيك يا رون؟ يبكي لك الكلام. اوه ماي جاد. طبعا فانا مصنوع من السحر. انت ماشي، انت حتى تمتلك نفس اسمي وشكلي، وانا شكلي عامل كده للخرج. هذا صحيح صنعني سيدي لاجلك فقط. بص، خامة فورتيكا معمولة من الأوشتيكا، لكن أنا ليس اللي هو ثابتة بعد الشيء. لا بأس سيدي يقوم بهذه الأخطاء أحيانا، كما أن هذا مجرد عيب صغير مقارنة بالدول الأخرى. وفي دول أخرى؟ المهم هو أنني سوف أكون أعز صديق لك من الآن. شكرا، عندي أصدقاء، عندي سنتوت وعندي أدهم جيمنج. مش عايز حاجة تاني. هذا رائع. It's amazing. هل تقدر تلعب شيئا سويا أو عايز ألعب كورة؟ لمرة قام سيدي بوضع ألعابي في الخزانة. لا شكرا، مش هو الراجل دخل في اللعبة أفتح على باب بنتي وقرا عليه. يمكنك إحضارهم بيه. ده الدولاب والله كنت حاسس ده. بسم الله. يا راجل اللي جوه استحم. لازالت الخزانة عالقة؟ عرفت منين؟ طب يمكنك المرحلة الثانية بقى. ايه ده بقدر المستطاع لا استطيع فتحها. كنت اخي ده دولاب يعني، عامل دولاب يا عم بيتفتح كده اهو. قلت لك كلام شيء اخر، انا جعان. في مجرة وانا بتحرك متكتف من الدمار. يا جدعان يا جدعان هنهزر مع بعض ولا ايه؟ لا في حاجه غلط. وقف الفيديو يا عم، بتصنطوا علينا ولا ايه؟ لا. قلت انا جعان وحالا انا جائع. هنهزر؟ انت دنيا كيف يمكنك ان تاكل؟ لا ثانيه بس. سيبك انت يا عم من انه ياكل، سيبك. انا قلت انا جائع، راح هو قال في نفس الوقت انا جعان. ايه ده؟ يعني عشان فتح المايك ولا ايه يا جدعان؟ انا خايف. انت من ستناول الطعام الاكل سيكون. انا خفت كمان، يعني هو بيشعر طب نقفل اللعبه بقى يا عم. طبعا سيدي جربت كل حواسك ومشاعرك بي كي افهمك بسهوله. الله يا سلام، لبسنا. واو هذا مدهش. التنصيص على ايه يا ابن الناس؟ يلا يا ابني، يلا يا ابني. انا خلاص انت قاريني بالنار. شايف معاك كان يبقى فين امي وابويا؟ كان مش هما كانوا بيتخانقوا هناك اليوم راحوا بقى الشغل بقى. مالناش دعوة. افتح ايه حاجة ممكن افتح التلاجة كده. ايه القرف ده؟ الكلام يعمل كده ليه؟ مكرونة بالبشاميل. انا ماسك حاجة. طيب هات المكرونة بالبشاميل. مكرونة بصل او لحمة مفرومة كده. امسك يا باشا، انت كنت جعان. نحطها فين طيب؟ طب بقه هنا. في الميكرويف. يا جماعة انا اول ما اشوف حاجة رعب فبقلب، مبتفرجش على حاجة رعب، بلعبها بس، فاهم؟ انا عرفت اللعبة دي من صديقي، مش من صديقي، من اليوتيوبر المشهور جدا دكتور بيشو. لقيت ان احنا نشكره ان هو عرفني اللعبة. متفرجش على الفيديو، انا اسف دكتور بيشو. لما تتفرج على الفيديو هو اللي عرفني على اللعبة وخلاني العبها، اللي بنشكره. المهم هذا طبقك المفضل. أتودى رؤيتي يقوم ببعض السحر. لو سحر أبيض لا، لو سحر أسود لا برضه. سحر إيه؟ نعم. أرجوك حسنا، إذا سأجعل هذا الطبق لا ينفذ أبدا. يا لو حطهولي، عارف يا اسطى، لو حقيقي خليك تيجي بيتنا عشان تعمل حاجة واحدة بس، أجيب لك مكرونة بالبشاميل. بس مكرونة بالبشاميل. كلما تنتهي من تناول طعامك سيعود الطبق إلى حالته الأصلية. أنا عايز أشوف الكلام ده. الله لا
الله الله. بجد انا مذهول. دي لعبة عادي مش لازم بإمكانك فعله أيضا. في إيه؟ هو ده بفكر فيه ولا ايه؟ عشان يكون بفكر فيه. هو انت بتشكر؟ حلاوة. في ايه يا اسطى؟ في ايه؟ ده لعبة يا بنتي. ده كان خرا دباغكم. استغفر الله العظيم. ايه اللعبة بنتي؟ انت كنت مطمن. برنامج السحر. هذه خمن انت. يلا يا ابني. اوه لا، الزجاجة سيارة الأكل. ايه ده؟ في ايه؟ يا ممكن ما غوش على الكلمة دي. ايه يا عم قلة الأدب دي؟ مش بلا شك يعني، كمان بيقول لك بلا شك، يعني هو هيعمل كده بجد يعني الحاجات دي بتعرف تتعمل عادي يعني. لو باباك بيعمل كده اشوف لك اب تاني. امل انه ما زال نائما السكن. ابيك يا ابويا مات. فتقرب بشان هذا اخذه سيدي لمكان بعيد. اخذه للندن. ما الذي قلته؟ هو فعلا بيقول اللي هو ايه ده سيدي خد ابوك بس كده يوديه مشوار. ابويا فين؟ حاج 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 ابو فانيلا. حاج ابو فانيلا. ايه ده؟ في ايه بقى؟ انت كنت بره. انت بتخترق الحيطان. بتستخبى تحت السرير. ليك نسخه ثانيه يا ابي. اين ابي؟ كما قلت اخذه سيدي بعيدا يا بارد يا ابن الناس. لماذا؟ لماذا؟ يورا. مش شبيه يا ولد. لان ابيك رجل سيء. يلا انت اللي سيء انت وابوك. ولا ابيك رجل سيء. لازم يصرخ عليك ويضربك. هو حر يا عم، انت مالك؟ الاباء مثل يتابعوا المطاف بحبسهم من قبل سيدي لحماية الاطفال الذين مثلك. ده على كده بقى نص مصر راحوا في داهيه. سلام لي عليك. هو يعني نص اباء مصر راحوا في داهيه. نص اباء مصر، ما كل الابهات في مصر راحوا في داهيه. صح ولا ايه؟ لكن يكفي هذا كثير. ابي لا يستحق ذلك. والله يعني الحاج كان لابس فانيلا